طيب الدكتور كمال راجل مجتهد وراجل عايز يشتغل وعنده طاقة، في سنة تالتة، وبيسألني على اللهم صل على سيدنا محمد، التخصص الطوارئ، وهل ينفع يفتح منه عيادة ولا لأ. كاتب لي يا دكتور كمال، هو سامعني دلوقتي بس هو تقريبا مش عارف يرد عليا عشان عنده مشكلة في المايك. بيقول لي انا لسه عارف ان لسه بدري على التخصص وكده، وانا لسه طالب في سنه ثالثه، بس انترستد شويه للطوارئ وسمعت حتى الميتنجز بتاعتها. بس هل في ممكن حاجه اعملها قبل الامتياز اقدر بيها احدد تخصصي، زي ان انزل في الاقسام كتير واجرب الجو بتاع النواب، ولا دي فكره وحشه؟ تمام ماشي يا دكتور، تمام. بص، في اساسيات بالنسبه للطلبه، انا قلت الكلام ده كذا مره، بس انا عايز اقوله في حته لوحده كده. وفي فرعيات، تمام، في حاجات أساسية الطلبة مفروض يعملوها، مطالب إن هم يعملوها. 3 حاجات أساسية. بعد كده عملت دول وعايز تزود بقى، تعمل حاجات تاني، تروح الامتياز، تروح البتاع، تروح الاسم، تروح البتاع، عندك وقت تمام، اعمل اللي انت عايزه. ما عندكش وقت، يبقى انت ساتوريتد وقتك بالحاجات، ال3 حاجات دول، يبقى انت خلاص، يبقى يعني يكفوا ويزيدوا. طيب ايه هم ال3 حاجات دول بالنسبة للطلبة؟ الطلبة اول حاجة ان انت تركز في المذاكرة. طبعا الكلمة دي مملة، اي حد بيقولها لنا يعني ما بنحبش احنا نسمع كلمة تركز في المذاكرة دي. ماشي يا عم، اللي هو ماشي، انا هركز في المذاكرة، قول لي بقى انا عايز اعمل حاجة. لا، هي بقى الكلمة ديت انا فصلتها قبل كده وحابب افصلها تاني. بص يا دكتور، المذاكرة بتاعة الكلية للأسف احنا ما عندناش حد بيوجهنا يعني للمذاكرة، ما عندناش حد يقول لنا نعمل ايه، نذاكر ازاي. المنهج الطب مش زي منهج الأحياء في الثانوية العامة، اللي هو ممكن على الكتاب أحفظه. مش زي منهج مثلا التاريخ، ولا مش زي منهج الرياضة أحط كم مسألة. المنهج كبير، فأنت مش هتعرف تذاكره زي ما كنت بتذاكر أيام الثانوية العامة. أنت سواء أنت الراجل، الناس اللي في سنة أولى وفي سنة تالتة وبتاع، أنت مش هتعرف تحفظ كل حاجة. أنت لازم المذاكرة تكون عبارة عن اطلاع وقراءة أكتر منها ان انت بتحفظ معلومات. الكلام ده، طريقة المذاكرة ديت انا اتكلمت عليها في بوست لوحده، يا ريت تقروه. مكتوب برضه مكتوب في مقال في الكتاب، في شابتر يعني في الكتاب اللي انا عامله حاطه على الجروب ده، ان انت ازاي تحاول ان انت تبقى تذاكر ان انت تقرا كتير، تقرا الموضوع كذا مرة. ما تحاولش ان انت تحفظ، تحاول ان انت تفهمه. طبعا مع وجود النت ومع وجود اليوتيوب ومع وجود جوجل، الموضوع بقى يعني وانت قاعد في البيت، تمام. تحاول ان انت مثلا انت بتقرا موضوع، خدت موضوع وعايز تذاكره، خدت مثلا، طبعا انا جراحة فبيسهل بالنسبة لي ان اول حاجة جراحة، خدت مثلا ابدومينال بين وعايز تذاكر الابدومينال بين، والكتاب اللي معاك قريت الابدومينال بين، انت عشان تقرا الموضوع هتقراه في 10 دقايق، مش اكتر من كده. ما تقعدش بقى تذاكر فيه 15 ساعة، لا، انت هتقراه في 10 دقايق، وبعد ما تقراه في 10 دقايق هتخش على الفيديو على اليوتيوب، تكتب ابدومينال بين وتقعد تقلب كده، وتخش تكتب، تخليك كده ايه، لما بتعمل كده بتاخد حتة من هنا وحتة من هنا. المخ بيشتغل عن طريق ان هو بيقارن المعلومات ببعض. انما انت لو خدت حته معلومه من حته معينه وقعدت ركزت فيها، مخك ما قارنهاش بحاجه تانية، مفيش حاجه قصادها، عشان كده مخك بينساها. انما انت مخك بيشتغل عن طريق ان هو بيجيب تشالنج. عارف انت لو بتذاكر مع واحد مثلا، ودي لها عيوب ومميزات، بس من ضمن مميزاتها ان انت بتتشالنج بعض، يقول له والله انا قريت الحته الفلانيه بتقول كذا، يقول لك لا لا لا، ده انا قريتها بتقول كذا. فدي التشالنج اللي حصل ما بينكم ده، هو ده اللي يخليك تفتكر، هو ده اللي ما يخليكش تنسى. فانت ممكن تعمل من غير ما تقرا مع واحد، وانت مع جوجل، مع النت، مع الميدسكيب. لازم كل واحد يبقى عنده ميدسكيب ببلاش على الموبايل، ما هتقول لحدش يقول تحجج. طبعا في اب تو ديت بفلوس، ولكن الميدسكيب ببلاش. خلاص، يبقى انت عندك الميدسكيب، يبقى انت قريت الموضوع. بدل ما انا خدت ساعة بقرا موضوع الابدومينال بين من كتاب الاسم اللي ملوش اي 3 لازمة، لا، هو 10 دقايق هقراه منه. وبعد كده
هقراه من ميدسكيب في 10 دقايق تاني في اليوم التاني. وبعد كده هقراه، هشوف فيديو على جوجل حد بيتكلم عن القصه ديت. وبعد كده هكذا. وبعد كده انت طبعا انت السورس بتاعك الاساسي اللي هو انت مهتم بيه عشان خاطر الامتحان الكتاب، اوكي مفيش مشكله. فانت هتلف تلف وترجع للكتاب تاني، يبقى تقراه تاني. التكرار القصه في التكرار، مش في المذاكره ان انت تقعد تحفظ، لا القصه ان انت تكرر الموضوع كذا مره. انت لما بتقرا الموضوع اول مره بتستوعب منه 10%. حلو قوي حلو قوي. زي مثلا لو انا قلت لك خد مقال جورنان اقراه، مقال الجورنال ده انت هتقعد تقراه، مقال حلو عجبك، بعد ما قفلت معاه هتقول لي، هقول لك انت استفدت ايه من المقال ده، هتقول لي والله كذا كذا، هتقول لي على الاقل خالص 10 20%. طيب جيت مثلا بعد اليوم اللي بعده قريت المقال ده تاني، هتقول لي 30%، وهكذا. مخك بيشتغل كده. وانا كنت شارحها ازاي، كان حد بتاع نيورو سايكايتري كان يعني شارح لي الموضوع ده ازاي المعلومات بتتخزن على النيورو ساينابس اللي ما بين النيرف سيل والنيرف سيل اللي بعديها. فانت لو خزنت المعلومه كلها على نيورو ساينابس واحد، يعني الموضوع كله على نيورو ساينابس واحد، ديكي لما بتذاكره تعيده تاني بتعمل لها ري انفورسمنت تاني. انما انت لو ذاكرت حته منه النهارده، ما انت بقى هتقعد بقى تذاكر عايز تحفظ، وذاكرت منه حته منه بكره، وذاكرت منه حته منه بعده، فالابدومينال بين ده اتحط على 5 6 نيورو ساينابس. تيجي لما تيجي اليوم السادس بقى تيجي تراجع عليه، تمام انت بتذاكر ومجتهد وتمام وعمال تتعب ومش عارف ايه، بس تيجي بقى اليوم السادس تلاقي نفسك نسيته كله، ما افتكرتش ولا كلمه، لان هو حته هنا اتشتت معاك. ولان انت ما عملتش تشالنج، ما غيرت ما اديتش مصادر مختلفه لقرايه المعلومه. ولان انت يعني انت عارف التشالنج ده، ان انت ماشي، انت هتذاكر من الكتاب، خلاص يا عم ماشي، المعلومه الامتحان بيجي من الكتاب يا دكتور ومش عارف ايه، يا عم انا عارف والله ان الامتحان بيجي من الكتاب، بس انا عايزك تعمل كده عشان تثبت المعلومه اللي في الكتاب. انا عايزك تبص على الميدسكيب في 5 دقائق. انا كنت بعمل كده في امتحانات الام ار سي اس، على طول ابص على الميدسكيب، الموضوع ما ياخدش مني 10 دقائق، بقلب بقى ايه كده، تك 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 تك، مش لازم، مش هحفظ كل حاجه، مش هقرا كل حاجه، لا، الحاجات المهمه، الحاجات اللي ريليفنت للي انا قريته، الحاجات اللي بتاع، ولا اي حاجات كده مش مهمه وبتاع خلاص فانت عشان بقى تعرف ايه المهم وايه اللي مش مهم، ممكن تستفيد بقى بخبره حد اكبر منك، ممكن تستفيد بكورس، ممكن انت مع الوقت ومع الخبره بتاعه المذاكره بتعرف ايه الحاجات المهمه. بس طبعا يعني في حاجات بتبقى واضحه، حاجات بتبقى باينه، حاجات بتبقى هي دي. فما تقعدش تذاكر مثلا في حاجات رير مثلا وبتاع وتسيب الحاجات المهمه، لا انت تاخد الحاجات المهمه وتسيب الرير وتنسى الرير ده خالص. وبعد كده والله في الاعاده تيجي بعد كده لما بتقرا الموضوع تاني بتبقى ايه، بيبقى الموضوع احسن يعني. فلازم تستخدم اليوتيوب، ولازم تستخدم النت، ولازم تستخدم الاعاده، ولازم تستخدم. فانا اتكلمت في، شوف في البوست بتاع المذاكره، وهتلاقي برضو اتكلمت بتفاصيل اكتر قبل كده في الموضوع ده، في ميتنج كده كان محطوط على التليجرام كده، 12 جزء كده، كل جزء بتاع ربع ساعه ولا تلت ساعه ولا حاجه. فدي أول حاجة، ده بالنسبة للمذاكرة. تاني حاجة في حياتك الطبية اللي انت كطالب، يعني انت محتاج تعمل حاجة بره الطب. برضو الكلام ده انا قلته كذا مرة. انت وانت طالب اسهل بكتير من ان انت بعد ما تتخرج وبتتسحل في الحياة ان انت تعود نفسك. هي المشكلة ان حتى الكبير ممكن بيبقى عنده وقت ولا حاجة بس هو ما اتعودش. هي التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، وانت لما انت عندك وقت دلوقتي وعندك طاقة نفسية، عود نفسك انت تعمل حاجة بره الطب. واللي بره الطب ده مش عشان يساعدك في الطب بقى، عشان يساعدك في اتخاذ قراراتك لما تتخرج. طب اشتغل طوارئ ولا افتح عيادة ولا اسافر ولا اقعد ولا اعمل؟ انت عشان تعرف تاخد القرارات دي لازم تبقى انت ذهنك فت، لازم تكون انت فت، فيزيكالي فت ومنتالي فت وسايكولوجيكالي فت. الكلام ده ما بيجيش بفراغ، لازم تكون بتلعب رياضة وات ايفر، حتى لو هتتمشى في الشارع كل يوم ربع ساعة، حتى لو هتروح الجيم هتلعب كورة، بس حاجة منتظمة يعني. حاول تخليها مش حاجة عشوائية، مش حاجة بتعملها كده لما يبقى عندك وقت فاضي، لا، حاول تخليها في ترينر مثلا بتروح معاه الجيم، ومدرب بتدفع له فلوس بتروح معاه. حاول تخليها مثلا في فريق كورة ولا حاجة مش عارف ايه مشترك فيه، في فريق جمباز، في فريق اي عفريت ازرق. المهم حاجة تكون منتظمة، حاجة تكون بفلوس، ادفع فلوس، اصرف على فكرة الحاجات ديت ما بتكلفش كتير يعني. انت لو هتشترك في مركز شباب ولا مش عارف ايه، حاجات كلها الجيم ولا حاجة مالي الدنيا يعني.
فلازم تكون بتلعب رياضة، لازم تكون بالإضافة للرياضة إن أنت تكون عندك حاجة ثقافية بره الطب، حاجة نشاط ديني، نشاط ثقافي، نشاط اجتماعي. عندك حاجة مثلا الناس اللي بتروح في جمعيات رسالة، والناس اللي بتروح بتساعد ال 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 كان في الله يمسيه بالخير واحنا في الكلية، كان في واحد بياخدنا يودينا للناس اللي هم أكفاء يعني بتوع البصر، إن احنا بنساعدهم، بنقرا لهم وبنذاكر لهم وبنعمل الحاجات ديت. مش مش هي طبعا خير ولوجه الله والبتاع، بس هي هتعود عليك بالنفع انت قبل ما تعود عليهم هم، لان هي بتفتح مخك وبتخليك بتقابل ناس جديده وبتشوف مواقف جديده وبتحمد ربنا على اللي انت فيه، وده بيساعدك في الاختيارات وفي اتخاذ قراراتك بعد كده. انت مش متخيل قد ايه ده مفيد بالنسبه لك انت. ما تتخيلش تقول ايه يا عم ده الموضوع يعني انا هيفيدني بايه الكلام ده. ما هو لو انت مش مؤمن بالموضوع ده انت حر، بس هو هيفيدك انت، هيفيدك انت. دي تاني حاجة. تالت حاجة الموضوع المعادلات والزمالات والسكك السفر والطرق المختلفة في الحياة والبتاع ده، أنا شايف إن أنت الناس الطلبة مش لازم تعمل حاجة معينة، مفيش حاجة معينة. أنت كفاية إن أنت تبقى عارفها، بس تبقى عارف القصص ديت عبارة عن إيه، بتتابع بتشوف الناس بتتكلم إزاي، الدنيا ماشية إزاي، ما تبقاش منغلق كده في نفسك. بتشوف الحياة، في حد عامل ويبينار بتحضره، في حد عامل سيشن بتحضره، في حد عامل مؤتمر بتحضره، في حد بيتكلم كلام كويس. اديك بتفهم الدنيا ماشية ازاي والحياة ماشية ازاي وفرص السفر موجودة فين وفرص الشغل موجودة فين، بحيث ان انت ما تتخرجش كده تبقى بطيخة ما انتش فاهم حاجة زي ما كنا. وطبعا يعني مع وجود النت مالكش حجة بقى، يعني مع وجود احنا على ايامنا النت ما كانش زي دلوقتي، ما كانش فيه تليجرام وما كانش فيه فيسبوك وواتساب والبتاع والجروبات والفيديوهات والكلام ده، ما كانش فيه. فانت ما عندكش حجه، انت كطالب ما عندكش حجه، لازم تبقى متابع. مش هقول لك لازم تذاكر حاجه، بعض الناس ظروفها بتهيأ لها ان هي وهي طلبه بتذاكر يو اس ام ال اي في سنه اولى وثالثه. طبعا دي استثناء، ما هيش قاعده. دي ناس يعني عندها قدرات خاصه ماديه، اولا اهلها مرتاحين ماديا جدا واغنياء جدا ويدوهم فلوس، وغالبا بيبقى عندهم حد مسافر بره وكده. بعض الناس اللي في سنة مثلا في أواخر السنين، في سنة مثلا، طبعا دي ما تنفعش غير في الأواخر، اللي هي في سنة مثلا رابعة وخمسة أو خمسة وستة، حسب بقى أنت في نظام قديم ولا نظام جديد، خمسة وستة ولا بتاع، بس هي في آخر سنتين يعني، سواء رابعة وخمسة أو سواء خمسة وستة. تذاكر ألماني، الألماني محتاج سنتين مذاكرة. والألماني يعني قبل كده مش هينفع لأن هتكون نسيته، أنت محتاج يكون فريش في مخك يعني. واعتقد ما اعرفش الامتحان ليه فاليديتي ولا لا بتاع الالماني. فممكن وانت في سنه رابعه اللي بيفكر يسافر المانيا، طبعا اعرف بقى سكه المانيا واعرف سفرها ازاي، اللي في سنه رابعه مثلا او اللي في سنه. عشان كده انا بقول لك وانت في اولى وثانيه وثالثه اعرف المانيا دي بتتسافر ازاي وايه مميزاتها وايه عيوبها، اعرف. ممكن تبدا فعليا في سنه رابعه تاخد كورس الماني. الانجليزي ما انتش محتاج بتعمله في بدري قوي كده وانت في الكليه، وانت في امتياز، لان الانجليزي بتاع خلاص بعد ما اعتمدوا الامتحان اللي اسمه الاو اي تي ده، الاي التس بقى ايه. أم، ما كان زمان موجود كان صعب محتاج الناس تبدا فيه من بدري، ما عادش الكلام ده خلاص. الاو اي تي امتحان سهل في الامتياز، فمش محتاج تبدا فيه حاجه. انت يا سيدي يا دكتور كمال عملت كل الحاجات ديت وعندك وقت بقى، عايز تروح تحضر في الطوارئ في وات ايفر، عندك وقت. بعد كل ده نظمت وقتك شوية في المذاكرة، وان انت تحاول تجيب تقدير، ان انت تحاول تجيب اعلى بتاع، عندك وقت بقى وعندك طاقة، ووقتك في الرياضة وحاجات اللي بره الطب، ووقتك في ان انت بتعرف معلومات. روح احضر يا سيدي، عندك وقت وعندك طاقة وعندك بتاع، روح احضر في الطوارئ وانت طالب عادي. احنا في انجلترا هنا الناس في طلبة سنة أولى بيجوا يحضروا معانا عمليات كولوريكتال ابدومينال برينيال وبتاع، بتسمع كلمة من هنا، بتشوف موقف هنا، بتسمع حاجة من هنا. انت في الليله انت أصل الطب ما هوش وظيفه، الطب ده حياه. فالموضوع ايه، اي حاجه بتبقى مفيده وكتير كتير كتير. فانت ممكن تستفيد جدا لو انت رحت حضرت عمليات، حتى لو انت مش هتشتغل جراحه بعد كده، حضرت في الطوارئ، حتى لو انت مش هتشتغل طوارئ بعد كده. وانت ممكن مثلا تبقى في واحد كويس لقيته في الطوارئ
وانت مش ناوي تشتغل طوارئ، بس واحد كويس بيشرح حلو قوي، تستفيد منه باي معلومه، هتفيدني باي حاجه، ممكن يحببني في الطوارئ اللي انا مش حاببها. يعني انت ما بحبش عمليات، بس لقيت فرصه ان انا احضر عمليه، كويس حلو، هطلع بمعلومه، هشوف حاجه. الحاجات دي هتتعلم معاك طول عمرك، طول عمرك هتعلم معاك المعلومه اللي شفتها، بالذات اللي بتشوفها قدام عينك، بالذات الموقف اللي بيحصل قدام عينك هيفيدك بقى في حاجات كتير جدا، ممكن يفيدك في حاجات انت مش متخيلها. ولكن الكون قائم على الحركة، انت تتحرك، ما تقعدش مكانك، ما تقعدش انت طالب بتذاكر بس ما بتعملش حاجة تانية، وحتى انت بتذاكر مش عارف تذاكر حتى يعني انت يعني ولا بتعمل اي نشاط ثقافي ولا نشاط اجتماعي ولا نشاط رياضي ولا نشاط بره الطب ولا نشاط جوه الطب، وقاعد مكتئب وبتذاكر وبتاع، وقاعد بقى يوم ما بتحب تفرغ عن نفسك تطلع تقعد مع اصحابك على القهوة وتشرب شيشة وتقول ما حدش بيعلمنا وما حدش مش عارف ايه. خلاص انت حر، يعني اصل الوضع مش هيتعدل، يعني ما تنتظرش ان الوضع يتعدل وان حد هيجي ياخدك من ايدك. هما كلمتين يعني يا رب تكونوا استفدتوا منهم للطلبة. انا هقفل التسجيل ده عشان انا عايز ابقى اخليه منفصل، عشان احطه على اليوتيوب كده للناس الطلبة، وبعد كده اللي حابب اللي عايز يسأل سؤال يتفضل.